السلام عليكم. جارنا كبير في السن طرق الباب علي فقال: عندي لك بشرى أبا عبد العزيز. قلت: ما هي؟ قال: ابنتي تقول إنها رأت عمتك في المنام رحمها الله تقول لها: أبشرك أنا الآن بالجنة من المسجد الذي قمت ببنائه هنا. تذكرت وصيتها رحمها الله بالمساهمة ببناء مسجد داخل حدود الحرم وهو جامع الأوزاعي، ونحسب بإذن الله أن أجر كل من صلى به عن 100,000 صلاة يعود لكل من ساهم به. ولذا أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا أردت المساهمة بأي مبلغ ولو 5 ريالات لبناء جامع داخل حدود الحرم، والأجمل أن الأجر دائم لا ينقطع، فما عليك إلا أن تفعل الخطوات التالية. فمثلا من بنك الراجحي: أولا، ترسل المبلغ على حساب مؤسسة الأعمال الخيرية لعمارة المساجد. ثانيا، ترسل صورة التحويل بالواتساب على الرقم التالي. ثالثا، تشترط برسالة على الواتساب أن يكون المسجد داخل حدود الحرم. رابعا، سيصل لك سند عن طريق الواتساب بما دفعت. ختاما، من لم يستطع المساهمة من متابعي قناة اليوتيوب في آسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا وأفريقيا من المسلمين، فقد تشرفت القناة بالمساهمة عنهم وعن والديهم في جامع الأوزاعي وجامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والآن بجامع الريان، وكلها داخل حدود الحرم، مقابل نشرهم للمقاطع ليكونوا دعاة إلى الله فيدخلوا تحت قول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاللهم بارك لكل من نشر المقطع، وصلى الله على نبينا محمد بعدد من نشر المقطع وبمن غفل. هذا المقطع برعاية